ويتشال بان الحصيله ديال الفرقه لحدود اللحظه على مستوى النقاط مزيانه، وانا واقع. ثم قال بان الفريق غيحاول يستغل مرحله التوقف باش يوجد مزيان، غيحاول يدير تعاقدات في مستوى. هذا كلام ديال الرئيس، هذا هو باب القصد. حنا راه غنديروا تعزيزات. حنا معطيات اللي عندنا في راديو سبور ماروك بان التعزيزات ما غتكونش كثيره، يكون 2 لاعبين ولا 3 حتى غتكون تعزيزات قليله، ولكن اللعابه اللي غادي يجيو لان كاين اجماع داخل مجلس اداره فريق الرجاء الرياضي ومن خلال الاجتماع ديالهم بالمدرب. انا ما كنهضرش على المدير الرياضي، حيت عارف انا مدير رياضي عزايد وما يكذبش عليا شي واحد اليوم يقول لي المدير الرياضي فرنسي ولا الماني ولا اسباني عاد جا 3 شهور المغرب غادي يعرف البطوله ويعرف اللعابه وداك الشيء. هذاك السيد عنده كومبلي وصباط كيلبسو كيجي ما كيعرفها باش مضروبه. انا ما كنهضرش على الكفاءه ديالو، انا كنقول مدير رياضي. واش الاهلي عندها شي مدير رياضي اجنبي؟ اذا دابا الرجاء جات تعاقدت مع المدرب الرياضي حسناوي. اكيد جات تعاقدات، جات. وشكون اللي اختار المدرب الرياضي؟ ماشي المكتب. السي مصطفى. نقول لك انا دابا هنا باش نناقش، انا ما كنهضرش على الكفاءه ديال داك المدير الرياضي، انا كنقول لك مدير رياضي اجنبي في البطوله الوطنيه باش يعرف الكره ويعرف كره القدم الافريقيه ويعرف كره القدم المغربيه، راه خصو واحد الوقت طويل. راه لو كان هذا المدير الرياضي كان كيخدم، لو كان قال لهم ساخو راه خير من ولد الشيخ ملي بدات البطوله، كون قال لهم ساخو خصكم تلعبوا، لو كان فعلا كان كيخدم وكيعرف، لو كان كيخدم يقول لهم تقارير راه المعموري العام الفايت رجعت تفرجت فيه وكان مخير علاش حيدتو ليه الرسميه. صعيب، ماشي منطق كفاءه، ولكن منطقه مصطفى باش يعرف البيئه ديال كره القدم الوطنيه خصو وقت، خصو وقت. دابا هذا الا بغيتي تبان الخدمه ديالو في الرجاء مزيان خصو مصطفى واحد العامين في البطوله الوطنيه على القليل، عامين يتبع الفئات السنيه، يتبع الانديه الاخرين، يتبع الفرق الافريقيه، بدا يتفرج عاد باش كياخذ تصورات وكيدير بدائل. اما الان التعاقدات غيديروا فاضلوا مع الناس ديال مجلس الاداره، نقطه الى السطر، وهذا هو المنطق. راه حسنيت اكادير منين جابوا مدير رياضي وبيعطيو الصلاحيه عملهم العين، جاب لهم في لعابه اللي كلشي كيشوفوا موقع مشكل بينه وبين المدرب وانت 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 وانت. سير تمشي للبارسا، شكون اللي يدير المدير الرياضي؟ جايبين لك ديكو ولد الفرقه عاش في البارسا، واش ريال مدريد غتلقى مدير جايبين مدير رياضي تونسي ولا مغربي ولا هذا؟ ديكو واحد برتغالي حتى ماشي ولد الفرقه ولكن لعب في الفرقه بزاف. لا ولد الفرقه كبر في البارسا، كبر في البارسا ولكن هو برتغالي. تفضل. لا برتغالي قلت لك زعما كنقصد عاش في البيئه ديال البارسا، عاش وكبر معاها. علاش الاهلي كيحطوا مدير رياضي مصري؟ زعما الاهلي ما كيفهموش زعما هذا بلاتي هذا الرجاء ما لقاتش مدرب رياضي مغربي. شكون خلاك؟ والله العظيم وثيق بيا. كاين احسن وكاينين جوج الناس بلا ما نذكر الاسماء ديالهم، انا ما نقدروا اشاره حتى واحد. لا ضغط في امر الجمهور والصفحات ديال الفيسبوك، والله الا الزيات كان باغي مدير رياضي مغربي وكان غيدير قرار صحيح وكان غيجيب ولد الفرقه اللي فاهم الكره المغربيه وضابطها، ولكن كثر اللاغط وكثر الكلام وحنا بغينا الاجنبي. هاو داك جا. دابا المهم نهضروا على السي مصطفى على كما كيتقال على التعزيزات غاديه تكون، وكاين كما قلت لك نيه لدى المكتب المسير لفريق الرجاء الرياضي باش ان التعاقدات اللي غتكون تكون بقيمه الفرقه، صافي تكون كتليق بالرجاء، ما يكونش العدد كبير ولكن هادوك اللي غادي يجيو غادي يهزوا التيني وغادي يعاودوا. واحد الاخ كيقول لي سي حسناوي التعليق ديالك على الانتدابات الدراجه. شوف كيهضروا مثلا الاخوه على اللعاب ولد الشيخ، انا اللعاب ولد الشيخ بالنسبه لي ما غاديش نقول لك صفقه فاشله. علاش؟ هذا وجهه نظر بسيطه لا اقل ولا اكثر. هاد اللعاب اللي ما جابتو الرجاء ما جابتوش عاطل، ما جابتوش مصاب، جابتو بواحد الارقام متميزه في هولندا جاي يلعب. علاش ولد الشيخ وقع بمنحه طلعه؟ انا نقول لكم علاش وقع بمنحه طلعه. وقع بمنحه طلعه لان اللاعب استغل الرجاء والوداد بجوج. جا طلب من الرجاء عقد فيه 3 سنين بواحد المبلغ مالي كبير، الناس د الرجاء ما بغاوش
قال لهم كيصوني عليا امرابط، كيصونيو عليا الناس الوداد، ولا دخلات الوداد حتى باش دير هذا. كثر ذاك النقاش طلعت السومه ديالو داكشي باش وقع بداك الثمن اللي غالي. ولكن هو كارقام ديالو في هولندا كانت ارقام مزيانه في الدوري القسم الثاني. غير اللي مؤكد ان اللعابه ديال المهجر وللامانه ما كيصدقوش لينا، ما كيصدقوش في التربه المغربيه. عينا ما نجربوا، راه منهم من حسين اكادير جابوا لعابه تماك، راه والو ما كاين حتى شي حاجه، ما كيصدقوش لينا. اذا انا ما كنعتبرش الصفقه ديالو مثلا فاشله، لانه جاب ارقام، جاب خافي كان كيسجل. الموسم ديالو في الفريق الكويتي كان مزيان، حتى مع اتحاد طنجة ملي كان في البطوله كان مزيان، حتى مع الولوديه كان مزيان، مع الرجاء ما عطاش. لان الرجاء بان بان خصها مهاجم اخر مصطفى، مهاجم اللي كيشم البيوت، كيعطيك الاضافه في اي لحظه، نص هجمه يقدر يسجل منها. الا رجعنا الوقت اللي كان مالونغو مع الرجاء، مصطفى مالونغو شوف داك الديربي ديال 4-4، شوف ديك الكره اللي كتعتقد كون كان شي راس ديال شي مهاجم اخر تم كان غيصيفط ديك الكره للشبكه، ما غيصيفطهاش. ولكن هو بيتور بالفطره وهداف كيجي كيعاون، هذا هو المنطق الصحيح. لذلك اليوم الناس الدراجه خدامين باش يجيبوا مهاجم في المستوى، خدامين على لاعب ارتكاز، خدامين كذلك على لاعب في الرواق. هذه كلهم الان كيخدموا على هذه المسائل في انتظار ان يعني تمشي الامور مزيانه. ولكن الكلمه السي مصطفى سي حسين، التصريح ديال رئيس الرجاء الرياضي خصو يعرف بان خاص الانتدابات تكون في مستوى صحيح. ما دخل عليك هدف صحيح، عندك نقاط صحيح، ولكن مني كنتكلموا على المجموعه، والسؤال اللي كيبقى مطروح واش هذه المجموعه كافيه باش تربح البطوله. لان ملي كتشوف الوداد، كتشوف الماس، كتشوف الجيش، كتشوف بركان حتى هي راجعه، اذا انت هي راه المباريات. ولكن ما ينساش السي جواد زياد، لان كان الحظ كبير امام الرجاء الرياضي. كل ما كانش داك الانتصار ديال بعشا الخرجه ديال شكون غادي يقول فيها. اذا هذا خصنا الرجاء الرياضي، خص اي رئيس حتى اللي كيجي للرجاء الرياضي، خص الرجاء الرياضي لاعبين لا للتجربه. انا اللي كيقول لي راه ساخو ما ساخو، انا ساخو انا ما نتيقش به، ما نكذبش عليك. واخا دار هذاك لي فانت وبدا يجري من هنا ويجري من هنا، بيدير بحال الحنش كيطير من هنا ويطير من هنا، والله ما نتيق به انا تنشوف. ولكن يستحق مصطفى الفرصه ديالو، وراه خدا غادي ياخذها. انا بغيتو دائما يبقى يلعب، انا بغيتو دائما، انا بغيتو دائما حالة ساخو والله الا باغي انا دائما يلعب. مصطفى المشكل ساخو هو الاصابه. ولكن دابا راه السيد علاش كان كيبكي صافي صح، دابا صح مزيان ولا مزيان. لا مصطفى علاش كان كيبكي ساخو في التيران؟ كان كيبكي لان شاف وحدين عر منه كيلعبوا وكيتبردوا ما عندهم ما يعطيو، شعر بانهم حقوق. شوف حسنا الا غادي نهضروا على ساكو، راه ابريكو تا هو كيقولوا الناس ما خداش الفرصه ديالو، راه ما خداش حقيقه. ايوا ترى واقع. واش فين كاين المشكل؟ ما شفناش. واش دابا انا مصطفى تشهدني تقول لي حسنا واش بان لك في ابريكو؟ انا والله ما نعطيك شهاده في حقه. علاش؟ حيت ما شفتوش لعب مع الرجاء بزاف، ما شفتوش. ما نقدر نقول لك زرق ابريكو حسناوي باين ماشي صراحه. انا ما نعطيش حكم واش هو ماشي هو، انا ما نقدرش نعطيك كمصطفى واحد الحكم عليه نقول لك واش كان. انا بعدا ساخو حسناوي ولا ما يقول بني نتسنى اخويا المباريات يلعب مع الرجاء، ونبغي يلعب رسمي، نبغي المدرب دابا يخليه يلعب، يعطيه الفرصه ديالو، لان اي لاعب اللي غادي يدخل يعطيه الفرصه ديالو. حنا هاد البلاصه راه ماشي محجوزه لاي لاعب، راه كما قلتي انت واحد الحاجه مهمه قلتيها البارح، راه ماشي بالضروره نلعبوا الاسماء، ماشي بالضروره نلعبوا الاسماء، خصنا نلعبوا اللاعبين اللي يكونوا فعالين، اللاعبين اللي غادي يعطيك لو بلوس. الاسماء ما كنلعبوش بالاسماء، راه فروق عالميه مابقاش كتلعب بالاسماء. كانوا لاعبين كيطيروا صافي، ملي كيوصل لواحد المده ما بقى كيبقى الاسم. حنا مازالين هذيك العقليه ديالنا دابا والله العظيم. وتجبد دابا شي لاعب كان كيلعب دابا غير سال الكره واحد 3 عامين ولا 3 سنين، وتجبدوا لشي فريق ولكم دير غادي يجي، راه كلشي غادي يكون لي متحمس بهذا اللاعب باش يجي. الاسماء راه ما بقاش الاسماء خصنا نديروها بالنا،
ما بقيناش كنلعبوا بالاسماء، ولينا كنلعبوا بالمجموعه الحسناوي وباللاعب الجاهز. وهادشي خصو يعرفوا اي واحد، راه المجموعه واللاعب الجاهز. الاسم كيبقى اسم، راه اسماء دازو كبيره، داز في الرجاء، داز في الوداد، ولكن دابا الان هاد الفروق اللي كنهضروا عليهم قطرات كره القدم المغربيه، راه الخطا دار واحد الخطا اللي هو كبير، اللي هي اتلاف، انا اقولها بهذه الكلمه صح، اتلاف اللاعبين النواه ديال هاد الفروق باش نجيبوا لاعبين اخرين باش وهذا خطا اللي هو كبير. مع العلم واحد لابيريود عصر ذهبي اللي كان عند الوداد عاقلين عليه، اللي كان في فخر الدين، وعصر ذهبي اللي كان عند الرجاء اللي عاقلين عليه كذلك، دازوا فيه لاعبين كبار. وهذا هو الخطا، الاستمراريه اللي ما كملاتش في هذه النوادي بجوج. اذا انا بالنسبه لي الرجاء الرياضي نتمنوا له التوفيق، سي جواد زياد نتمنوا له التوفيق. راه هو كنظن حسن ماشي كنظن كيدير عمل اللي هو كبير، جاي باش يشتغل في الرجاء بواحد النيه اللي هي صالحه، ولكن هادوك الناس اللي غادي يديروا الانتدابات راه اللي كيقول مصطفى الحصيله، مصطفى على مستوى النقاط حصيله حنا كنهضروا على لا كونتينيتي، كنهضروا على الاستمراريه، لان ملي كنهضروا على شوف حسناوي، واش الناس دابا كتشوف المستقبل ولا كتشوف لدابا؟ راه كتشوف المستقبل حسناوي. طبعا نوضح واحد النقطه الى مسموح، ما نساوش الاخوان، راه فريق الرجاء الرياضي الان راه مر من واحد السلسله صعبه د المباريات، راه سهله. شوف مصطفى، راك لعبتي الفتح، دوزتي الجيش الملكي، دوزتي المغرب الرياضي الفاسي، دوزتي فريق الوداد الرياضي، راه الماتشات كيما دوزتي يعني بركان مازال عندك مؤجل، يعني راه ابرز اللقاءات الصعيبه راه دازوا، وانت ساليتي هذه المرحله ديال اللقاءات الصعيبه، ومع ذلك دابا راه عندك 15 نقطه، يعني راك المتصدر عليك بجوج ديال النقاط، حيت الفرق الاخرين اللي كينافسوك راه مازال مصطفى غيكون اصطدام الجيش الملكي بالوداد، مازال الوداد نهضه بركان، مازال الوداد المغرب الرياضي الفاسي، مازال المغرب الرياضي الفاسي الجيش الملكي في الدوره المقبله، راه مازال هادو غيطيحوا بيناتهم. يعني انا كنقول الرجاء اللقاءات الصعاب خرجتهم، ولكن حسناوي انت كتهضر على المباراه ديال الذهب اللي لعبوا خرج، شكون اللي كيضمن حسناوي؟ دابا نهضروا دابا على هذه الكره، ياك دابا هذه الكره كنهضروا على الكره، هاد المباراه ديال الديربي اللي كنهضروا عليها في الاياب، او هاد المباراه ديال البركان اللي تلعبات لهي في بركان حسناوي والرجاء مستقبل، او هاد المباراه ديال الجيش اللي تلعبات حسناوي في الرباط، او تلعبات والرجاء غادي يستقبل. واش كل كيضمن لك حسناوي بان هاد المباريات بحال دابا ملي بهاد الطريقه باش كتهضر انت، بحال انا هاد المباريات بالنسبه للرجاء يكونوا سالين مربوحين؟ واش فهمتي اش بغيت نقول؟ راه مع مباريات كل شيء، هاد الفروق اللي كتهضر عليهم انت، هاد المباريات المباشره بالفروق، انا بالنسبه لي ما كاينش فرق بين تلعب بين الذهاب والاياب، كيكونوا قويين كيما انت تقدر تنتصر عليه انت في الميدان ديالو ويجي ينتصر عليك في الميدان ديالك، او العكس. شوف هو مصطفى عكست انا ان الرجاء في المرحله ديال الذهاب في البطوله دوزات واحد السلسله ديال المباريات الصعبه، ومع ذلك راه مازالين في المقدمه ديال الترتيب، وهذا راه معطى انا كنعتبره اللي هو ايجابي، لان باش دوز الماس والوداد وبركان المؤجل والجيش الملكي وفتح الرباط، انا كنقول بانها يعني واحد المعطى ايجابي، ونتمنوا التوفيق. نتمنوا التوفيق خويا.